احيانا كدوزي بفترات في حياتك تحسي فيها ان كل شيء خارج السيطره. الخطط ما كتنجحش، الاحلام كتعطل، والناس كنتي كتعولي عليهم كيمشيو في طريقهم. ووسط هاد الضجيج كتوقفي كتسولي راسك علاش. ولكن مع الوقت كتكتشفي ان الجواب بسيط بزاف، لان كل شيء بيد الله، ماشي بيد الظروف، ماشي بيد الناس، ماشي حتى بيدنا حنا. في كل حاجه كتبها ربي ليك كانت محسوبه بالضبط، بالوقت وبالطريقه وبالوجع وبالفرح. مرات كتكوني باغيه طريق وربي كيسدو، ماشي باش يعاقبك ولكن باش يحميك من شي حاجه ما كنتيش غتشوفيها. ومرات كتكوني باغيه شخص وربي كيبدلو بواحد اخر فيه خير ليك. ومرات كتكوني باغيه حاجه بسرعه وربي كيأخرها باش يعطيها لك في التوقيت اللي فيه راحه قلبك ماشي غير فرحتك. الثقه بالله ما كتجيش في ليله، كتجي من التجارب اللي علماتك ان كل حاجه كانت لحكمه، كل تاخير كان فيه خير، وكل فقدان علمك كيفاش ترجعي لله، وكل انتظار بناك من الداخل. فاش كتسلمي الامور بين يديه كتولي كتعيشي بخفه، ما كتخافيش من الغد، لانك عارفه ان رب الغد هو نفسه رب اليوم. وكتولي كتقولي بقلب مطمئن يا ربي درت اللي عليا والباقي عندك. وفعلا كتحسي ان الحمل طاح والقلق هبط، وكأن القلب بدا يتنفس من جديد. وحتى اذا تبدلات الخطه ما تبدلاتش الرحمه، وحتى الى الناس خيبوا الظن الله عمرو يخيب اللي توكل عليه. ديري مجهودك وخلي النتائج على الله، لانه كيصنع اجمل قصص من اكثر اللحظات الما. وهذيك الطمأنينة اللي كتجي من الثقه بالله ما كتشراش بالفلوس ولا كتلقايها في الدنيا بسهوله، كتجي من قلب مؤمن كيقول انا ماشي بوحدي، الله معايا. فارتاحي، ماشي كل تأخير خسارة، وماشي كل فقدان نهاية. مرات الله كينزع منك حاجة كنتي باغيها باش يعطيك حاجة أحسن منها. مرات كيأجل رزقك باش يعطيه ليك وانتي ناضجة مزيان باش تحافظي عليه. وثقي أن الله عمرو كيغلط في توقيتك، فكوني فخورة بنفسك، لأنك مازال كتآمني ومازال كتحاولي ومازال كتصبري. خلي قلبك مطمئن ورددي معايا اللهم اختر لي ولا تخيرني، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير، كل شي بيد الله. فارتاحي. كنتمنى كلامي يوصل ليك وريح قلبك كما ريح قلبي. وإذا حسيتي بهاد السكينة شاركي الفيديو مع شي حد محتاج يسمع هذا الكلام. وباش تبقى قريبة من طاقة الهدوء والإيمان تابعي القناة وخلي الخير يكون رفيقك كل نهار.